في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن أحسن كليات الأدبي من حيث الشغل مع احترامي لجميع الكليات، لأن كل كلية بتقدم علم يحترم، ولكن كلامي هنا عن الأفضلية من حيث فرص العمل اللي هتكون متاحة لخريجي الكلية مش أكتر. يعني سوق العمل طالب التخصصات دي، وده عشان تقدر تختار كلية ليها مستقبل وظيفي مضمون إن شاء الله. بس قبل ما أبدأ الفيديو فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة، لأن اللي لسه ما اشتركش فايته كتير جدا، وياريت تفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو لو عجبكم وتعليق محفز عشان ننشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس. يلا بقى نبدأ الفيديو. وأول كلية حابة أتكلم معاكم عنها هي كلية التربية. ليه كلية التربية؟ كلية التربية يعني المدرسين، يعني الدروس الخصوصية، يعني السفر للخليج لو عايز، يعني مش هتقعد في البيت يوم بعد ما تتخرج. ده طبعا إذا سعيت في عمل بعد ما تتخرج على طول، سواء في المدارس الخاصة أو في أي سنتر دروس خصوصية لحد ما تنزل مسابقة التربية والتعليم. الحقيقة ان كلية التربية من اكتر الكليات الادبية المطلوبة في سوق العمل. طبعا بقى اقسامها المختلفة زي تربية انجليزي، تربية فرنسي، تربية لغة عربية، رياضة، احياء، كيمياء، فيزياء، يعني كل تخصصاتها مطلوبة بسوق العمل. خريجي كلية التربية بيكون لهم الأولوية في التقديم والتعيين في مسابقات وزارة التربية والتعليم. ده غير انهم يقدروا طبعا يشتغلوا بسهولة زي ما قلت لحضراتكم في المدارس الخاصة او في المراكز التعليمية، او انه حتى ممكن يفتح سنتر تعليمي يدي فيه دروس خصوصية للطلاب، او يدي دروس اونلاين عبر المنصات المختلفة ويشتغل في مجال العمل الحر. كمان هقول لكم على قسم تحفة وتخصص نادر في كلية التربية، وهو قسم التربية الخاصة. القسم ده من اكتر التخصصات المطلوبة، خصوصا ان عدد الخريجين مش كتير طبعا بالمقارنة بالمطلوبين في سوق العمل. القسم ده بيؤهل خريجيه انهم يشتغلوا في مجال التدريس للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. تاني كلية او تاني تخصص بمعنى ادق فهو تخصصات علم النفس بكلية التربية او كلية الاداب. بيعتبر تخصص علم النفس سواء بكلية التربية او كلية الاداب من اكتر التخصصات الموجودة في قسم الادبي اللي بتكون مطلوبة في سوق العمل بالمقارنة بالتخصصات التانية. طبعا هنا انا بستثني تخصصات اللغة، فالتخصصات اللي هي زي التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع لا، لو انا هاجي هفاضل فانا هختار هنا تخصص علم النفس. بالاضافة الى ان تخصص علم النفس كمان من التخصصات المطلوبة في دول الخليج. طيب خريجين علم النفس في كلية التربية او كلية اداب ممكن يشتغلوا ايه؟ ممكن يشتغلوا في مجال التعليم، يعني ممكن يشتغلوا مدرسين مثلا علم نفس في المدارس سواء الحكومية او الخاصة. ممكن خريجين كلية الاداب يعملوا دبلومة تربوية مدتها سنة ويشتغلوا في المدارس، يعني كأنهم كده بيكونوا في تبع التربية والتعليم او معاهم مؤهل تربوي. كمان يقدروا يشتغلوا أخصائيين نفسيين سواء داخل المدارس أو مراكز التأهيل المختلفة. ممكن كمان يشتغلوا في مجال تأهيل الأطفال. خريجين أقسام علم النفس ممكن يشتغلوا أخصائيين توحد أو أخصائيين تخاطب أو صعوبات تعلم أو أخصائيين تربية خاصة أو مونتسوري. بيعتبر التخصص ده من أكتر المجالات طلبا في سوق العمل المحلي والدولي الاتنين. كمان لازم تحط في اعتبارك لو هتدخل القسم ده ان الشهادة الجامعية وحدها مش كفاية انك تشتغل. مهم جدا انك تأهل نفسك بدورات تدريبية او دبلومات خاصة عشان تقدر تكون مؤهل تماما انك تشتغل في التخصصات دي. يا جماعة انا بفتح لكم سكك، بعرفكم بس ايه هي المجالات اللي ممكن تشتغلوها لو دخلتوا الكليات دي او الاقسام دي، لان فعلا الفيديو مهم وهيفتح نظركم على مجالات عمل ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها
لما تيجوا تختاروا الكلية بتاعتكم. طيب، بالإضافة إلى أن قسم علم النفس في كلية التربية أو في كلية الآداب ممكن يشتغل في التربية والتعليم، ممكن يشتغل في مجال تأهيل الأطفال، ممكن كمان يشتغل في مجال الإدمان. القسم علم النفس بيؤهل خريجيه انهم يشتغلوا في مجال الادمان، ولكن مهم جدا ان هم ياخدوا دبلومة خاصة بعد ما يتخرجوا، دبلومة خاصة بعلاج الادمان وتأهيل المتعافين من الادمان. طبعا ده عشان يديهم فرص وظيفية انهم يشتغلوا في مجال علاج الادمان. كمان ممكن يشتغلوا في مجال علم النفس الإكلينيكي. طبعا في حاجة في سوق العمل لأخصائيين في الأمراض النفسية والعقلية داخل المستشفيات وداخل العيادات الخاصة أو المعيادات التخصصية، ودور الرعاية الخاصة ودور الأيتام والمسنين. ويقدر خريجي علم النفس انهم يشتغلوا في المجال الاكلينيكي بشرط انهم ياخدوا دبلومة علم نفس الاكلينيكي الاكاديمي، العلاجات النفسية المختلفة. ده بالنسبة لكلية الآداب أو كلية التربية قسم علم النفس. ثالث كلية هنتكلم عنها النهاردة هي كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة. الكلية دي بتعتبر من أفضل الكليات اللي يقدر يدخلها طلاب الشعبة الأدبية، يقدروا يشتغلوا في مجال التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة. وأنا قلت لكم قد إيه المجال ده مطلوب جدا في سوق العمل العربي في مصر وفي الدول العربية. يقدروا يشتغلوا في مجال التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة، أو يشتغلوا كأخصائيين توحد أو أخصائيين تخاطب وما إلى ذلك، يعني الجزئية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. الأقسام المتاحة في كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة قسم الإعاقة البصرية وقسم الإعاقة السمعية وصعوبات التعلم والتوحد. عايزة أكد على نصيحة مهمة جدا لو نويت تدخل الكلية دي، بأكد للمرة المليون، لازم 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 تطوير نفسك في التخصص. لازم تطور نفسك في التخصص اللي هتختار تشتغل فيه بعد التخرج، سواء بانك تاخد دبلومات خاصة او دورات تدريبية، او ان انت تلجأ لمواقع الانترنت واليوتيوب وتشوف الحاجات اللي تقدر تعلم نفسك فيها تعليم ذاتي. لو امكانياتك مش هتسمح لك بانك تاخد دورات وتاخد دبلومات، ممكن تنزل تتطوع في اي جمعية بتشتغل في مجال الاحتياجات الخاصة، وتقدر تاخد خبرة ميدانية، تقدر تقرأ كتب في مجال تخصصك، تقدر تحضر مؤتمرات خاصة بالمجال ده عشان تكون مواكب لكل جديد في مجالك وتكتسب خبرة. وده طبعا هيميزك عن غيرك من الخريجين لما تبدأ تدخل سوق العمل. الكلية الرابعة معايا هي كلية الألسن أو أقسام اللغات بكليات الآداب. بتعتبر أقسام اللغات في كلية الآداب زي كلية أو كلية الألسن وكلية الآداب من أفضل التخصصات اللي ممكن يلتحق بيها طلاب الشعبة الأدبية. لكن النصيحة هنا إنك تختار لغة صعبة أو نادرة جنب اللغة الإنجليزية، زي الصيني، زي الياباني، زي الكوري، زي التشيكي، لأن اللغات دي مطلوبة أكتر في سوق العمل، سواء في مجال الترجمة أو مجال السياحة. لازم كمان تطور نفسك في اللغات دي، انك تاخد دورات تدريبية، ما تتجلش بس على الكلية، لا لازم تاخد دورات تدريبية مدفوعة او حتى بشكل ذاتي، لان اتقان اللغة هيفتح لك فرص وظيفية افضل بكتير مقارنة باللغات التانية المنتشرة زي الانجليزي والفرنساوي. يعني مهم جدا انك يبقى معاك لغة زي اللغة الانجليزية، لان اللغة الانجليزية هي تعتبر اللغة الاولى على مستوى العالم. فمهم جدا كمان انك تاخد الدورات دي، لان الدورات دي مهمة جدا، اللي هي بتتعلم فيها لغة تانية اللي تخصصت بيها في الكلية. طبعا احنا عارفين ان الصين غزت العالم، فعشان كده الحاجة لمترجمين في اللغة الصينية بقت موجودة بشكل كبير جدا. وطبعا مجالات اللغة كتيرة جدا، بس ده مش موضوع الفيديو، ولكن حابة اقول لكم ان اللغات اللي انتوا شايفينها نادرة دي فهي مطلوبة بسوق العمل وبمرتبات محترمة جدا. بشكل عام التحاقك بأي كلية أو تخصص من التخصصات
السابقة بيستلزم منك انك تطور وتأهل نفسك لسوق العمل من خلال التعليم الذاتي والدورات التدريبية، وانك ابدا ما تكتفيش بالشهادة الجامعية عشان تقدر تنافس في سوق العمل وتاخد فرص وظيفية ممتازة. وعن خامس كلية معانا فهي كلية الإعلام. بتعتبر كلية الإعلام من أفضل كليات المجال الأدبي، خصوصا لو كنت من الناس اللي بتحب المجال الإعلامي. مجالات العمل بعد التخرج مش قليلة، لأن الكلية الحقيقة فيها 3 تخصصات، هي قسم الصحافة والنشر، قسم الإذاعة، إضافة إلى قسم الصحافة الإلكترونية، ولكن القسم ده مش موجود في جميع كليات الإعلام، ولكن موجود في بعض الكليات. وعن مجالات العمل في كلية الإعلام، فخريج الإعلام يقدر يشتغل في أي مؤسسة صحفية سواء عامة أو خاصة، بيشتغل في الإذاعة والتلفزيون، أو يشتغل في القنوات الفضائية، أو يشتغل في المجلات. ممكن خريج كلية الإعلام يشتغل في المركز الإعلامي أو في المراكز الإعلامية في أي مؤسسة أو أي شركة كأخصائي إعلام أو أخصائي صحافة. يقدر كمان يشتغل في مجال العلاقات العامة في المؤسسات والشركات المختلفة، ويقدر يشتغل في مجال التحرير والنشر في المواقع الإلكترونية سواء المحلية أو الدولية. يعني فرص العمل في مجال الإعلام فرص قوية جدا، بس برضو هرجع أكد أهم حاجة إنك تطور من نفسك، وإنك تحسن من مهاراتك عشان تقدر تشتغل بسهولة. وعن سادس كلية هنتكلم عنها فهي كلية السياحة والفنادق. بتعتبر كلية السياحة والفنادق من الكليات المطلوبة في سوق العمل. الكلية فيها أكتر من قسم، وكل قسم أجمل من التاني. وإن كنت أنا شخصيا بحبس قسم الدراسات السياحية وقسم الإدارة الفندقية عن قسم الإرشاد السياحي، اللي بيتراجع الفترة دي مع زيادة عدد المرشدين بالمقارنة بطلبات سوق العمل. قسم الدراسات السياحية بيركز القسم ده على دراسة كل الأشياء اللي بترتبط بالسياحة. بتدرس طبيعة شركات السياحة الموجودة وإزاي تديرها، وأهم الأعمال الموجودة في الشركات دي. وطبعا شركات الطيران بتدخل ضمن شركات السياحة. الطالب في كلية السياحة بيدرس لغتين، الإنجليزية أساسية ومعاها لغة تانية بتختارها الطالب. وهنا بفكرك إن لازم تختار لغة من اللغات النادرة اللي أنا لسه كلمتكم عنها من شوية في الفيديو. وبالنسبة للتدريب، المفروض على الطالب إنه يتدرب في أي شركة سياحة أو شركة طيران أو وكالة من وكالات السفر، ده طبعا عشان لازم يكتسب الخبرة العملية. تمام. القسم التاني هو قسم الإرشاد السياحي. طبعا بيدرس فيه الطالب كل ما يتعلق بالحضارة المتعلقة بالدولة والحقب الزمنية اللي مرت عليها وتركت ليها طبعا أثار مختلفة. بيتعلم الطالب أي شيء بيخص اللغات المستخدمة في الحضارات القديمة اللي بيدرسها، وإزاي كان ليها تأثير على التراث الموجود. طبعا بيزور الطالب المواقع الأثرية الخاصة بالحضارات اللي بيدرسها عشان يقدر ياخد المعلومة الكافية، لأن شغله بيبقى مرشد سياحي داخل هذه المواقع الأثرية. بيتعلم ازاي يتواصل مع الأجانب أو السياح والزائرين الأماكن السياحية. عشان كده التدريب أساسي بعيدا عن المواد النظرية. يعني التدريب العملي ما يقلش في أهميته عن المواد النظرية. الاتنين مع بعض مهمين جدا في قسم الإرشاد السياحي. نيجي بقى لقسم الدراسات الفندقية اللي بتتعلم فيه ازاي تدير الفنادق، وبيتعلم كل ما يتعلق بالفندق بدءا من الشكل مرورا للخدمات المقدمة في الفندق، زي إدارة المطاعم، زي ازاي تهتم بالطعام اللي بتقدمه في الفندق والمشروبات، وازاي الخدمات المتعلقة بالنزلة، وازاي تختار افضل الخدمات اللي تقدر تقدمها للنزيل. بيدرس الطالب التسويق السياحي والفندقي، يعني بيتعلم ازاي يعمل ابحاث تسويقية ودراسات مالية مطلوبة في الفنادق، ازاي يدير حملات تسويقية للفندق اللي بيشتغل فيه. بيدرس كمان الأطعمة اللي بتتقدم في الفنادق، وبيدرس القوائم العالمية والمحلية للطعام اللي يقدر يقدمه. يقدر يتعلم ازاي يكتسب المهارة في إعداد الطعام وان هو يحافظ على جودته.
ده بالنسبة لكلية السياحة والفنادق. أخيرا، عشان تكون فرد ناجح في أي كلية عليك إنك تمتلك قدرات شخصية متناسبة مع التخصص اللي عايز تدخله. كمان لازم مهم جدا إنك تهتم بالتدريب، لأن لازم تسعى إنك تطور نفسك من خلال إنك تشارك في التدريبات المختلفة، وتهتم جدا بموضوع اللغة من خلال إنك لازم تتعلم لغات عالمية أكتر وتتقنها بطريقة ممتازة، بطريقة تأهلك إنك تشتغل في أماكن كويسة بعد التخرج. يعني مش مجرد إنك تاخد دورة كده والسلام، لا، لازم تتقن اللغة، تتقن اللغة، وده بيكون فيصل بينك وبين وظائف كتير مميزة. ودي كانت أهم الكليات اللي تقدر تدخلها من قسم أدبي واللي مطلوبة وليها مستقبل في سوق العمل. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وربنا يوفق كل طالب للكلية اللي بيتمناها ويفرحوا بيها ويكتب له فيها خير ورزق وبركة. وأشوفكم على خير في فيديو جديد.